كل سنة وانتم طيبين، يا رب يعيد عليكم الأيام كلها بخير يا رب إن شاء الله. النهاردة قبل ما نتكلم على الفيديو بتاعنا، يا ريت ما تنسونوش في الاشتراك في القناة وتفعلوا لي الجرس عشان كل ما أعمل وصفة توصل لكم وعشان قناتي تكبر بيكم وليكم. والنهاردة إن شاء الله هنعمل معاكم الكبد والقوانص بأحلى طريقة وهنعملها بالدقة وريحتها كده هتجيب لآخر الشارع. يلا بينا نشوف احنا عملنا الموضوع ده ازاي. احنا جبنا معانا الكبد والقوانص وقطعتها حتت صغيرة، ومعانا هنا في التتبيلة بتاعت الدقة بتاعتنا هريسة شطة، ومعانا ملح وفلفل وكمون، ومعانا فلفل أخضر، ومعانا هنا شرايح من البصل، ومعانا مقطعة طماطمتين كده شرايح، ومعانا هنا بولة حلوة كده من التوم، يعني تقريبا راس حلوة كده من التوم. هنا انا معايا طاسة على النار سخنتها كويس جدا عشان خاطر الكبدة والقوانص بتاعتي ما تنزلش المية بتاعتها وتبقى زفرة معاكي. هتسخنيها كويس قوي وهتنزليها وتسيبيها تعيش حياتها كده، ما تقلبيش فيها عشان ما تهريهاش. عبال ما نروح معاكم نعمل ايه الدقة بتاعتنا دي اللي هتخلي الريحة توديكي في حتة تانية خالص. هنا احنا معانا الهون بتاعنا. الكلام ده كله بتعمليه في الهون احسن 100 مرة من ان تعمليه في الكبة، بيطلع ريحة كده وبيبقى جميل. اللي ما عندوش هون عادي يستعمل كب. هنا انا حطيت هريسة الشطة، وهنا حطيت شوية من الفلفل الاخضر، وهنا حطيت الكمون والفلفل، ويا ريت لو عندك كزبرة ناشفة حطي برضو، وملح. آم، هنفضل بقى هن... هنعملها كويس كده، هندقها كويس كده زي ما انتوا شايفين. بس يا ريت ما تدقيش على الرخام عشان ما تتكسرش منك، تحطي بلانشة كده وتدق عليها زي ما انتوا شايفتني انا عملتها كده، اهو بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يا جماعة الدقة دي بصي بتخلي الوصفة بتاعتك تديها ريحة وطعم وحلاوة، يعني ان شاء الله هتشوفوها في اخر الفيديو عاملة ازاي. هنا انا الكبد والقوانص بتاعتي استوت شوية، سبتها لما استوت شوية كده نص سوا، وبعدين هننزل بالبصل بتاعنا انا مقطعاه شرايح. هنسيبه كده لما يدبل شوية اهو، بعد ما دبل هننزل بالفلفل بتاعنا. لو حابة تحطي، انا الفلفل بتاعي ده بارد عشان خاطر اولادي مش بيحبوا الحاجة الحراقة. إيه لو انتي حابة تحطي فلفل حراق حطي. هنحط هنا طماطم. هنقلب كويس قوي كده، هنسيبها برضو لما تستوي بقى على اخر سوا خالص. هنروح بقى نعمل التتبيلة الدقة بتاعتنا الحلوة دي. هنجيب طاسة تانية على النار وهنحط فيها معلقة من الزيت كده ومعلقة من السمنة او معلقة زبدة اللي انت عايزاه. هنجيب بقى الدقة بتاعتنا كده ونحطها، يعني بس تطلع الريحة بتاعتها كده، ما تسيبهاش لغاية ما تلون معاكي عشان ما تبقاش ما تمرمرش معاكي، ما تبقاش مرة معاكي. وبعدين هنسيبها كده وبعدين هنطشها بقى بالخل، اهو زي ما انتوا شايفين هنطشها بالخل. هنا الخل ده بقى بيودي الدقة بتاعتك دي في حتة تانية خالص، بيخلي الطعم يا جماعة بصي بتبقى الريحة كده مفحفحة في الشقة بتاعتك بتبقى جميلة. اهو زي ما انتوا شايفين هنطشها كده على الكبد والقوانص. هنقلب كويس وبعد كده هنغطي الكلام ده عشان الريحة بتاعتنا دي ما تطلعش بره. يلا بينا نعمل طبق كده من الطحينة. انا معايا هنا طحينة خام، ومعايا هنا معلقتين 3 من الزيت، معايا هنا معلقتين من الزبادي. الزبادي بيديلها طعم جميل، مش حابة تحطي زبادي خلاص بلاش. خل بقى وليمون وكمون، كزبرة، اللي انت حباه من التوابل حطيهولها، توم باودر، بصل باودر، يعني اللي يريحك وبتحبي طعم الطحينة عامل ازاي حطيه. هتقلبيه كده هتلاقيه بقى تقيل معاكي القوام بتاعها، تخففيه بحبة مية صغيرين، مكتريش خالص. اهو زي ما انتوا شايفين احلى طحينة ممكن تعمليها لاي مشويات، تبقى جميلة. طحينة الزبادي دي انا بعشقها بحبها اوي. بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هتقلبيه كويس كده. انا كنت يعني كان عندي شوية من الدقة كده فاضلين،
معلقة كده عليها بتعزز طعمها وتخلي طعمها فيها ريحة التوم ظاهر خالص. اللي حابب يعني، مش حابب خلاص بلاش، اكتفي بالملح والفلفل والبهارات بتاعتك وخلاص. اهو كمون كمان، شوية كمون كمان كده. اهو زي ما انتوا شايفين بقى ايه الوصفة بتاعتنا، ايه مفيش، اظن مفيش احلى من كده. يا رب ان شاء الله الفيديو بتاعي يكون خفيف عليكم ويعجبكم النهاردة. واحلى كبدة وقوانص ممكن ان انت تجربيها من عمايل ايدي، جميلة قوي. يا رب يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم النهاردة. انا كده حضرت السفرة الغدا بتاعي ده، ينفع غدا ينفع عشاء زي ما انت حابة، بس هي وجبة جميلة قوي. والولاد كمان بيحبوا الحاجات دي اللي هي في سندوتشات، وتعمل لهم الكلام ده بيبقى جميل ويفتح نفسهم للأكل. هتجيبي حابة أي عيش، عيش فينو، عيش بلدي اللي انت حباه، تحضري كده السفرة بتاعتك وبالهنا والشفا. ما تنسونوش بالله عليكم في الاشتراك في القناة عشان قناتي تكبر، وتنسونوش في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.